بعد انسحاب الزمالك رجع في كلامه وعمل اللي انا كنت بقوله في الفيديو اللي فات. وناس كتير من الزملكاويه شتمت وقالت حاجات والفاظ والكلام ده، وان انا راجل جهلاوي وان انا ما بفهمش وان احنا بندعم قرارات اداره الزمالك وان احنا والمظلوميه ومشي الدنيا. وميد يقول لك انت جامد وريني. انت جامد على مين؟ تعالى اقول لكم انتوا جامد على مين. استاذ محمد مجدي بعد طبعا القرار اللي طلعه استاذ حسين لبيب وقال بالنص، الاستاذ حسين لبيب هنلعب ماتش سيراميكا يوم السبت عادي ويكفينا الاعتذار عن مباراه القمه. يعني زي ما انا قلت، انتوا الموضوع مش موضوع الدوري واللقاءات والمظلوميه والدعايه والاعلان والكلام ده، لا هو هروب من ماتش القمه. يعني انا مش شايف غير كده. لو انت شايف غير كده قول لي. هتقول لي اصل الترتيب، هقول لك وفي الحليب ملوش لازمه. زيد زي عبيد هم اكتر 4 فرق في مصر بيلعبوا كوره معروفين، ومعروف لو لاعب بلديه المحله زي لاعب المصري كلهم في مستوى واحد. فما تقنعنيش باللي انت بتقوله، ما تقنعنيش باللي انت بتقوله مين قبل مين والكلام ده وترتيب الدوري والحتت دي كانت كلها حجج، حجج للهروب من ماتش القمه فقط لا غير. يعني ولا بلاش، تعالى اقرا لكم كده استاذ محمد مجدي قال لكم ايه. فالاستاذ محمد مجدي طلع لنا طلته على صفحته وقال النهارده مجلس اداره الزمالك هيعلن بشكل رسمي مختوم بختم النادي اننا نادي كومبارس، واداره كومبارس، وجمهور كومبارس، ومفيش كومبارس بيدخل في اي سيناريو ولا بيتدخل في اي سيناريو ولا حد بيهتم بدوره بعد ما البطل بيخلص حدوته. فيا ريت لما يعلنوا النهارده اننا هنرجع نلعب نخرس بقى وما نفتحش بقنا تاني ونلعب دورنا واحنا ساكتين. ليه؟ طيب، وما نقولش توزيع موارد وفلوس وبس ورعايه، لان الكومبارس ما بياخدش زي البطل. قرار اللعب النهارده في الدوري هو شهاده وفاه كل المظلوميه اللي احنا بنحكي فيها بقالنا سنين، لان جات لنا الفرصه نثبتها وانت قلت معلش هصور المشهدين بتوعي واتكل على الله. مش انا اللي بقول، استاذ محمد مجدي اللي بيقول الزملكاوي. ف يا ريت كل بقى اللي كان بيتكلم وبيقعد يهري وعمال يقول ان انت هراي وان انت جهلاوي وان انت وجاي على نادي الزمالك، والله العظيم انا ما جاي على حد. انا لما قلت حنفي قلت حنفي لان انا عارف ان هترجعوا في قراراتكم، وعارف ان انتوا كان هروب من ماتش الاهلي وحاجات زي ما بيقولوا كده ايه، يعني تلاكيك ان انتوا ما تلعبوش. انتوا كده كده اوت اوف سيرفيس زي ما انا قلت، انتوا بره الخدمه خالص السنه دي. انتوا يعني بمعنى صح مش في المنافسه معانا السنه دي. المنافس هو بيراميدز اللي كان بالمره امبارح الحكم بتاع الساحه كان بيحاول ان هو يكسبه او يرجعه للمباراه باي طريقه، وربنا جابها من عنده جمايل والملعب ولع والاضاءه ولعت. وجاي لكم في كلام تاني ان شاء الله في فيديو تاني. بس يا ريت كل اللي كان شتم يخش يعتذر او ما يعتذرش، يا ريت ما تعلقش تاني، عشان انتوا في الاول وفي الاخر بترجعوا في قراراتكم. فانتوا اللي حنفي وانا ما قلتش حاجه عليكم انتوا ما بتعملوهاش. سلام.